مرحبا بكم على قناة جرينتا دي زاد. تابعونا لكي يصلكم جديد المنتخب الجزائري والمحترفين. صنع الجزائري حماد عبدلي نجم فريق أنجيه الأضواء خلال الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي بعد تسجيله هدفا رائعا في مرمى ريمس. ووفقا لمصادر جزائرية مطلعة، فإن اللاعب صاحب 23 عاما دخل حسابات جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الذي يخطط لتوجيه الدعوة إليه انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبلة. وقد صرح اللاعب حماد عبدلي قبل التربص الماضي بأنه سيكون جد سعيد لو وجه إليه بلماضي الدعوة للمنتخب الجزائري. وأضاف في تصريحات للإعلام الفرنسي إنه سيجتهد لكي يحجز مقعدا في صفوف محاربي الصحراء مستقبلا. وأطلق عبدلي هذه التصريحات الإعلامية بعد أن شارك أساسيا في مباراة فريقه أونجي والمنافس نادي أولمبيك ستراسبور برسم الدور ال16 من عمر منافسة كأس فرنسا. وينشط اللاعب الجزائري في منصب صانع ألعاب بزي نادي أونجي منذ الصيف الماضي، وبعقد تنقضي مدته في 30 من جوان 2026. ولم يسبق للاعب حماد عبدلي أن مثل ألوان أي منتخب وفي جميع الأصناف، ما يجعل التحاقه بالخضر أمرا سلسا دون المرور على أروقة الفيفا لجلب الرخصة الدولية. حظي الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني بإشادة واسعة من قبل زملائه ومدرب نادي نيس الفرنسي. وتلقى لاعب جناح الخضر ثناء كبيرا من قبل زميله في نيس دانتي، الذي أكد في تصريحاته عبر قناة تيف1 أن بوعناني يمتلك كل المؤهلات للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى رغم أنه لا يتجاوز 18 عاما. وأوضح: عليكم تذكر هذا الاسم جيدا، سيذهب بعيدا في عالم كرة القدم. وتابع: طوال مشواري الكروي لعبت مع العديد من اللاعبين الموهوبين فنيا، لكن بوعناني حالة خاصة لأنه يجهز نفسه فنيا وبدنيا وحتى نفسيا قبل أي مباراة. مشيرا إلى أن اللاعب الجزائري يستمع لنصائح أصحاب الخبرات، وهذا ما يساهم في تطويره بشكل سريع. ووافق سفيان ديوب لاعب خط وسط نادي نيس تصريحات زميله دانتي بخصوص بدر الدين بوعناني، مؤكدا أنه يمتلك يسارية خارقة، وأبرز: بوعناني يساري خارق للعادة بالنسبة لي، هو قادر على مراوغة أي مدافع، وهذا يفسر سعيه للتواجد دائما رجلا لرجل مع المنافس، لأنه يعي بأنه قادر على تجاوزه بكل سهولة نظرا لموهبته الكبيرة. وبدوره قال مدرب النادي الفرنسي ديديه ديغار أن لاعبي نيس أصبحوا يعتمدون كثيرا على بوعناني بعدما وقفوا على إمكانيته الكبيرة. وأردف: في التدريبات وحتى في المباريات، لاعبو الفريق أصبحوا يبحثون عنه لتمرير الكرة لعلمهم بقدراته وسعيهم لوضعه في الواجهة، وهو ما يوضح الثقة التي يضعونها فيه رغم نقص خبرته. ليختتم تصريحاته قائلا: عندما كنت أشرف عليه في الفريق الرديف، كنت أعتبر الاعتماد عليه غشا لأن مستواه أعلى بكثير من أن يواجه أقرانه. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم الاثنين عن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع، والتي عرفت تواجد اسم كل من ريان شرقي لاعب أولمبيك ليون وأمين غويري مهاجم نادي رين. وجاء اختيار غويري في القائمة الأفضل في الدوري الفرنسي بعد تسجيله ثلاثية في مرمى نادي أجاكسيو، فيما ساهم ريان شرقي في الفوز الثمين الذي حققه ليون على موناكو، حيث بصم على هدف شخصي في تلك المباراة، وهو الخامس له هذا الموسم في كل المسابقات. ويشار إلى أن اللاعبان لم يتخذا قرارا نهائيا حتى الآن بخصوص اختيار كل واحد منهما الدفاع عن قميص المنتخب الجزائري.